بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أتقدم بالشكر إلى طاقم جريدة صوت الأمة على التغطية المواكبة لقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيد وطني مؤدى عنه. قرار حكيم جاء بعد نضالات ومطالبات هيئات ومكونات المجتمع المغربي المدافعة على الهوية والثقافة الأمازيغية المغربية، وبمثابة انتصار للمسار الديمقراطي المغربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجمهور تاع صوت الأمة. بالنسبة لنا احنا كمواطنين تلقينا هذا الخبر تاع اعتماد رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها بكل فرح وبكل سرور، وهذا بصراحة راه استمرار المسلسل الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس للنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية منذ خطاب أجدية سنة 2001، ومواصلة هذا المسلسل بالإصلاحات الدستورية تاع سنة 2011. وهذا راجع بالأساس إلى أن جلالة الملك نصره الله يؤمن بأن الثقافة واللغة الأمازيغية هي رافد من روافد الهوية المغربية التي تلعب دورا مهما في ترسيخ الهوية المغربية المتعددة الروافد والمتنوعة الأبعاد. وشكرا. شكرا منبر صوت الأمة، وشكرا للإخوان الصاهرين على هذا المنبر المتميز بمدينة حسوان. بالنسبة للارتسامات ديالي حول قرار الدولة المغربية وبالأحرى البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، القراءة ديالي غنقدم على جوج المستويات. أولا المستوى الأول المتعلق باستراتيجية الدولة المغربية في إطار التعامل ديالها مع القضية الأمازيغية ومطالب الحركات الأمازيغية، والمستوى الثاني غنقدم قراءة سياسية المسألة ديال ترسيم الاحتفال بالسنة الأمازيغية. دونك بالنسبة للمستوى الأول، هذا القرار يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستور المغربي بالخصوص الدستور ديال 2011 الذي رسخ اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في المغرب إلى جانب اللغة العربية، وكذلك إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية في العقود الأخيرة بخصوص الاهتمام بالمكون الأمازيغي كأحد الروافد ديال الهوية المغربية إلى جانب باقي الروافد. يمكن نذكر تأسيس ديال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كذلك إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومات التعليمية في المغرب، إقامة مجموعة ديال المهرجانات المهتمة بالثقافة الأمازيغية. والقرار الأخير الذي اتخذته الدولة المغربية واتخذه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص ترسيم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يدخل في هذه الاستراتيجية. بالنسبة للقراءة الثانية، القرار المتعلق بإقرار السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار السنة الهجرية والسنة المسيحية، أعتقد في تقديري الشخصي أن هذا القرار جاء لإنقاذ وجه الحكومة المغربية التي فشلت لحد الآن في اتخاذ ما يلزم على الأقل التخفيف من الاحتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب يعني في السنوات الأخيرة. كنا ننتظر مناسبة فاتح ماي باش تكون بعض الإجراءات المتعلقة بإنقاذ القدرة الشرائية وبتحسين الأجور، لكن البلاغ ديال الحكومة لم يأتي بما كان منتظرا. أعتقد هذا البلاغ فقط يمكن ستستغله الحكومة المغربية للتغطية عن فشلها في الاستجابة يعني وحل المشاكل والملفات الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ترسيم السنة الأمازيغية كيوم عطلة مؤدى عنها بعد القرار الملكي يومين قبل هذا اليوم، هذا هي بداية لترسيم وترسيخ الثقافة الأمازيغية لدى جميع الشعب المغربي اللي كيف ما كنعرفوه متجانس ومتلاحم بجميع الفئات والثقافات الموجودة هنا في الوطن ديالنا العزيز. كنتمناو كذلك في هذه المناسبة
ان الامازيغ ما ينساقوش لواحد المجموعه ديال التيارات منحرفه على المجال اللي غادي تولد بعض الصراعات داخليه اللي حنا في غنى عنها. وكنتمناو ان المغاربه يكونوا عند حسن الظن ديال المؤسسه الملكيه باتحادنا وتوحيدنا، وكذلك تكون وجه واحد الرساله للعرب هنا بالمغرب انهم يتقبلوا بصدر رحب هذه المناسبه هذه وما يعتبروهاش عنصريه ولا متطرفه. وكذلك كنتمنى ان العرب يديروا واحد المراجعه بخصوص اللغه العربيه اللي كنهضروها في الدارجه، ونعطيو اولويه للغه القران، اللغه العربيه الفصيحه انطلاقا من المنزل، ونربيو فيها الاجيال القادمه ان شاء الله، حتى يجيد كل عربي لغته الرسميه ويجيد كل امازيغي لغه اصله كذلك. ساتكلم بالامازيغيه ريغا دينيغ يكون ما يكان امازيغ اي سيستيع انت مازيغ اشكو انت يد لي كاني زوار الثقافه المغرب اللي غد تشوشكا الفتوحات الاسلاميه نمز الاسلام نمونديز غوغاراس نقيان يا نفوس نكونين زوارابن ولي اللي قراتنا كان كان واش ارداق تمناغ صغي مازيغن ادوركين اي عنصريين ولا نتني ادور كين ين المثال يخشن في الثقافه مازيغنا يجين ديما يان نفوس غير كليسنا كينيان وركاز اتنوريكشم كرانيزي كراتسن. وتحيه نضاليه الى جميع الامازيغ في شمال افريقيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.